أتعامل إزاي مع ابني العصبي اللي طول الوقت بيتعمد يستفزني؟ التعامل مع العصبية بينقسم لقسمين: إزاي الطفل العصبي يتعامل مع عصبيته، وإزاي الأهل العصبيين يتعاملوا مع عصبيتهم. زي ما احنا قلنا في الجزء الأول إن مفيش طفل أصلا بيتولد عصبي. لازم نعرف إن العوامل الوراثية بتشكل بس 25% من تكوين شخصية الطفل، ولكن 75% من شخصية الطفل بتتأثر وبتتكون تبعا للبيئة المحيطة بيها والأفراد المحيطين بيه. في حاجة في المخ اسمها ميرور نيورونز، الخلايا العصبية المرآتية. دي خلايا موجودة في المخ، كل وظيفتها محاكاة اللي بتشوفه، تقليد اللقطات اللي بتشوفها. عشان كده في مثل معروف بيقول: من شابه أباه فما ظلم. الطفل من خلال الخلايا دي بيلقط لقطات وبيشوف تصرفات هي اللي بتكون شخصيته وسلوكه. عشان كده أهم حاجة في التربية إن الأهل فعلا يكونوا قدوة، عشان الميرور نيورونز لما تيجي تاخد لقطات تلاقي سلوكيات عدلة. تفضحوناش بقى يا جماعة وتقلوا مننا. من أهم الحاجات اللي بتقلل العصبية إن إحنا نسمي المشاعر بأسمائها. أطفال بيتعصبوا جدا لما يبقوا مش عارفين يعبروا ولا يوصلوا إيه اللي جواهم. إيه يا حبيبي مالك؟ يحكي نقول له يبقى انت غضبان. في موقف تاني انت حزين، انت حاسس ان فلان ده خذلك، موقفش جنبك، انت حاسس انك قليل الحيلة مش عارف تتصرف. اول بقى ما هيكتسب مهارة انه يعرف يعبر عن مشاعره تقريبا نص عصبيته هتقل. طيب لما يجي يحكي لنا على سلوك غلط هو عمله ومتعصب قوي، نعمل ايه؟ لازم نحتويه، بمعنى ان احنا نتعاطف معاه ولو لدقيقة. معلش، تعاطفوا معاهم ولو لدقيقة. قولوا لهم الجملة دي: انا لو مكانكم كنت هحس بنفس الشعور، انا عارفة كويس انت حاسس بايه. انا مش قادرة اقول لكم ان الجملة البسيطة دي ممكن تحل كل مشاكلهم. بعد ما هتحسسوا ان انت حاسس بيه هتقدر توجهه وهيسمعك. لازم نعرفهم ازاي يتعاملوا مع المشاعر دي. طب يا ستي انا غضبان اهلا وسهلا يا غضب، اعمل ايه انا دلوقتي؟ لازم نتفق على مكان معاهم يكونوا هما بيرتاحوا فيه. لما يبقوا متضايقين او عندهم مشاعر سلبية حتى لو مش عارفين يعبروا عنها، ياخدوا وقت مستقطع يقعدوا في المكان اللي بيرتاحوا فيه ده. ممكن مثلا يكون في اوضتهم. في اطفال بتهدى لما بتقطع ورق لفتافيت، تلاقيه عمال يغل وهو بيقطع الورق، بعدها تديله ورقة تانية تلاقيه تقطيعه هدي، تديله ورقة تالتة يقولك لا خلاص انا مش عايزة اقطعها، هدي تماما. في اطفال تانية بترتاح لما بتعمل بوكسنج في المخدات، تلاقي عصبيتهم قلت. اطفال تانية بالرسم، بالتلوين، يغنوا، يقولك طب يا ماما انا عايزة اقعد في حضنك شوية. تمارين التنفس مهمة جدا علشان تهدي الأطفال وتهدي المربيين. إن الغضب والعصبية بيعطلوا مراكز التفكير واتخاذ القرار. ممكن نبتديها مع الأطفال كلعبة في السن الصغير، ناخد شهيق وتفهميهم هيعملوا إيه. نعد ل5 وهنخرجه على 3 عدات ونقعد نكررها كده 5 مرات على الأقل. عصبية الأطفال مقترنة اقتران تام بالسكرين تايم. لازم نحدد الوقت اللي الأطفال بيتعرضوا ليه للشاشات. لازم نعرف ايه المحتوى اللي بيتفرجوا عليه كويس جدا، لأن اليوتيوب والألعاب مليانة مشاهد فيها عنف وعصبية وبتسبب التوتر للأطفال.